سيداتي سادتي، سلام عليكم ورحمة الله. سأقص عليكم اليوم حكاية امرأة اسمها ريمة حسن. كان قدر الإنسان الفلسطيني أن يحمل نعشه على كتفه ويمضي لعناق مصيره المحتوم. منذ انطلاق الحرب الغزاوية فإن المغتصب هو الذي أصبح يحمل نعشه. نعم، تغيرت الصورة، فإذا المقاوم نخوة شموخ وتحد، وإذا المغتصب بتقتيله وتجويعه لم يعد إلا ديناصورا لم يدخل طور الانقراض، ولكنه حيا يختال أمامنا، يمشي بخباطتين، يزحف بجناحين، ويزمجر بمنخرين. طوال 80 عاما وإسرائيل تذيق الإنسان الفلسطيني آيات القتل والدمار والتهجير وسد أبواب المستقبل. لكن يا للغرابة، إسرائيل لم تكن تعلم أنها تحضر المستقبل الفلسطيني، وأنها وهي تسحق عدوها تحت جزمتها دفنا في التراب، فإنه في قلب التراب كان يتشبع بعطر التراب ليتحول بذرة عناق أبدي مع الأرض. وها هي البذرة، وكل البذور تتفتق ربيع صمود، ربيع فخر. تتفتق في فلسطين أولا، ولكنها تتفتق عبر عواصم العالم أمواجا أمواجا. وها أنا هنا في باريس أرى برعما فلسطينيا يتفتق في صورة امرأة رائعة، رائعة الأنفة، شهية الكبرياء، اسمها ريمة حسن. من كان يتوقع أن امرأة فلسطينية تتقدم الصفوف في قلب باريس لتنتشل الكلمة من أبواق التهريج، أوليست تعيد للكلمة شموخ الكلمة؟ فالكلمة بلا عنفوان شموخها كلمة لا رواء لها ولا ثمر. الكلمة بلا شرف الكلمة هي شتيمة لحضارة الكلمة. في هذه اللحظة وأنا أحضر لهذا الخطاب ينتهي إلي أن ريمة حسن مستدعاة من طرف البوليس للتحقيق معها بتهمة تشجيع الإرهاب، وهذه تهمة غبية نعيشها جميعا، نعيشها منجلا حافيا فوق رقابنا. لكن ماذا لو قلنا أن الأمر كذلك، وأن ريمة حسن تخطط حقا وصدقا لعملية إرهابية، نعم عملية إعلامية إرهابية ضد الغدر تجلى خنجرا يغمد في صدر الحق والحقوق، ضد الغدر تجلى قنبلة جبانة في بطن امرأة حبلى بغد يخلخل الركائز المزهوة بعار قذاراتها. بن غوريون الزعيم الاستشرافي الذي لا يشق له غبار قال قولته التي أصبحت عقيدة يدين بها مواطنوه. ماذا قال؟ قال: الذين عاشوا ما يسمونه بالنكبة سيشيخون ثم يموتون، والأجيال الجديدة محكومة بالنسيان. هذا ما قاله. يا للحماقة! كيف لرجل يتمتع بأدنى حصافة أن يتفوه بهذه الببغاويات؟ متى كانت ريمة تنسى أمها وحليب الأم نابض بين أسنانها؟ متى كانت تنسى رائحة الخزامة في صدر الجدة وهي ملء حواسها؟ متى كان الإنسان ينسى وطنا وهو الجذر العريان مكتويا بزمهرير المنفى والتشرد؟ متى كان الوطن المسلوب إلا بندقية دموعها طلقات في وجه المغتصب الغاشم؟ ريمة حسن تنتمي لهذا الجيل الذي لم ولن ينسى، ولكنه الجيل الذي استبطن الوصية جمرا في الأحشاء، فإذا الوصية أفواها تتغنى بنشيد الحرية وأصابع تضغط على الزناد. لكن جيل ريمة وهو الفخور بجذوره، فإنه نشأة ينتمي لكل البيئات،
لكل المنافي، لقد شرب من كل الكؤوس كل الثمالات وامتطى كل الرياح. وإذا فالقضية لم تعد بندقية بكماء، ولكنها البندقية ثقافة تعددية، تواصلا مخصبا، وفن خطاب يفند بهلوانيات الزيف، تلك التي لم تغادر ولا يوما كهوفها المتزمتة ولا أوراقها المصفرة. الأوساط اليمينية تعانق التوجهات الإسرائيلية تهديدا وتجديفا على ريما حسن. لماذا؟ لأنها كامرأة فلسطينية مسلمة عربية تكسر الصور النمطية، فهي تطرح الخنوع أرضا، والطاعة التطويعية أرضا، والحريم أرضا، وترفع قبضتها عاليا في وجه الاستعلاء العرقي المقيت. وكل هذا ليس إلا ملحا في الجرح القومي الفاشي. هذه الهياكل المسعورة ترى في ظهور هذه المرأة واشتعال هذه المقاومة تأكيدا لهوية تعيد تشييد ذاتها فوق هذه الخرائب وهذه الأكوام من الجثث. أوليس كل هذا إيذانا بانبثاق حضارة أمة تبني صرح القانون والحق خارج همجية الأدغال وشريعة الغاب؟ قد تمضي ريما بعيدا وقد تصبح أيقونة شعبها، وإذا فقد يستهدفها القناص العدو، وهو الماهر في اصطياد الكفاءات الفلسطينية. لكن ماذا عن كل الريمات القادمات؟ ماذا عن شعب يصبح بأكمله ريمة؟ خلاصة القول: ريما تذكرنا أن ما يجري بغزة هو رهان بحجم الكون، وأن انتصار الغزاويين هو انتصار لإنسانية الإنسان واندحار للغطرسة الأنانية، وإلا العكس الكابوس. فهل في نهاية المطاف ريما ليست إلا حمامة نوح تحمل بشرى انحسار الطوفان وانبثاق الربيع؟ ونفرك أعيننا من الدهشة. متى كانت المرأة تطلع بدور خطير كهذا؟ لكن لم لا؟ أولا تستمد المروءة كل أحرفها لغة من المرأة؟ فكيف جعلنا من المروءة عنوان رجولة؟ أوليست المرآة تستمد كل أحرفها لغة من المرأة؟ فكيف لم ننظر لوجوهنا في هذه المرآة فنرى ملامحنا ذابلة لأننا لم نحسن وضع يدنا في يد المرأة؟ شكرا سيداتي سادتي على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة مقبلة بحول الله، ودمتم بخير، والسلام عليكم.